بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. الرنجة والفسيخ وصل 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 وصل. النهاردة بقى لمة حلوة كده، اخواتي عندي ربنا يخليهم لي ويحفظهم لي. فالنهاردة بقى قلنا بقى لا، اللمة دي عاوزة فسيخ ورنجة. فجبنا بقى فسيخ حوالي من 2 وحدتين فسيخ و4 رنجات. هنعملها بقى، اختي بقى هتعملها لي بطريقة جميلة جدا. احنا مش هنشوحها ولا اي حاجة. انا ساعات كنت بشوحها وساعات كنت بحطها في ميه كده سخنه، بس يا مدوب افك الجلد منها وبعد كده بقطعها. النهارده بقى مش هنعملها تشويح ولا اي حاجه عشان ما تبقاش حادقه. احنا جبنا نوعين من الرنجه، الاتنين اللي جوه دول بيقول لي الراجل دي هولندي، دي ناشفه شويه بس طعمها جميل جدا. انا كنت متخيله ان هي هتبقى حادقه، بس قال لي انت هتاخديها وهتدعي لي. فبصوا بقى البطاريخ طالعه منها ازاي، مش البطاريخ المحبحبه. انا كنت متخيلاها عشان هي ناشفه هتبقى محبحبه، بس طلعت البطاريخ اللي هي الطريه الجميله دي، والطعم بتاعها دلع خالص، ما فيهاش ملح خالص. فالهولندي نوعها حلو. احنا كنا جايبين كان الكيلو عنده كان فيه ب70 وفيه ب80 وفيه ب90. احنا جبنا اللي هي لا كان 75. احنا جبنا 75 اللي هي بقى الاتنين اللي هم بره، اللي هم كانوا بره دول، دي اللي هي بتتباع في اي محل. اما اللي هي جوه الهولندي دي قال لي دي ب85، بس هو خد لي 2 من هنا ومن هنا بسعر 75. بس جميلة جدا، كانت دلع جدا. اما اللي كانت بره شوية اللي هي 75 كانت حادقة سنة، حاجة بسيطة. بس الهولندي كانت حلوة، يعني ارجح لك لو انت اشتري اللي هو النوع الهولندي اللي هي 85 وفي ب90. احنا ما جبناهاش. هي بقى هتفصصها كده زي ما انتوا شايفين وهتخليها كلها، وحطت بقى قطعت طماطم وخيار وفلفل اخضر، وتحطت بقى كمية طحينة كده حلوة كده عشان لو حادقة تدلعها. وهتحط بقى زيت وليمون وخل عشان برضو تشرب من السوائل دي. فلو هي برضو حادقة تدلعها، السوائل دي بتدلع الرنجة ما تشوهاش بتبقى دلع، تفضل دلع زي ما هي. اما ما بتتحط على النار بتحدق شوية، وشوية شطة على الوش كده، وتدعك بقى كله في بعضه كله في بعضه. بس انا مرضتش اجيب اللقطة اللي هي بتاعت الدعك بتاعت الرنجة في بعضها كده، عشان يعني ما حبيتش ان انا انزلها. وبعدين بقى هركنها على جنب بقى. وده دور الفسيخ بقى مش قادره اقول لكم، جاي لي من كفر الشيخ. يعني حد يعني جارنا كده جاب لجوزي 3، هما كانوا 3، ادينا واحده لمامته وخدنا احنا بقى 2 عشان احنا بس عددنا كبير اخواتي عندي. فقلنا بقى مع الفسيخ لازم، انا كنت شايلاهم الاتنين الفسيخ دول، شلتهم قلت اما اخواتي يجوا اطلعهم ونجيب عليهم رنجة. فما جيهم بقى انا بقى جبت الرنجة وطلعت الفسيخ. بقى انا بقى اللي هخلي الفسيخ، اختي عملت الرنجة وانا اللي هعمل الفسيخ. انا كده بخليه اهو، بشيل كل اللي في بطنه كلها، وبعدين بقى انا مش هحطه بالجلد بتاعه. يعني طريقة حلوة جدا ان تخلي الفسيخ، سهلة جدا جدا خالص. بشيل الشوكة اللي هي من تحت دي، بس قبل ما انا افتحه انا بصراحة شطفته تحت الحوض لان كان فيه قطع من الملح. وبعد ما اخليه برضو اهو بصوا انا برضو بعد ما فتحته ونضفته من اللي في بطنه كله، برضو حطيته تحت الحنفية كده، انزل برضو اشطفه كده بالمية. وبعدين بعد بقى اما بخليه بمسك السكينة وبالراحة كده من تحت اللحم على الجلد، وازق وامسك الجلدة نفسها واروح مزقاه لحد ما تطلع لي الخرطة بتاعت الفسيخية صحيحة. وبعدين هروح جاية تحت الحنفية واروح برضو شطفة كده. يعني انا بحب ان انا اشطفه بصراحة، في ناس ما بتشطفوش بس انا بحب اشطفه. بس كده. وهمسك الفسيخية التانية واروح برضو فاتحة زي ما عملت في الفسيخة الاولانية، همسكها كده واروح منضفة برضو كل اللي في بطنها كله، واروح خلياها واروح برضو شطفاها تحت الحنفية. بس كده يا مدوب ما افتحش الحنفية على الاخر عشان ما تهريش الجلد. يا مدوب سرسوب كده نازل ينضف لي، بس ينزل لي بس بواقي اي حاجة انا مش واخدة بالي منها تنزلها. المية بتطهر، يعني انا بحب المية ان اغسل بيها حاجات زي كده عشان تطهرها.
بس وخليها كده زي ما انتوا شايفين. بس بصراحة طبعا كفر الشيخ مشهورة بالفسيخ، فالفسيخ مش قادرة اقول لكم كان دلع جدا جدا جدا، جميل جدا. وطبعا بقى بعد ما بخليها كده هروح برضو شطفها تحت الحوض، هروح شطفها تحت الحنفية. بس بصوا بقى زهزهت ازاي وبقت جميلة. هشيل بقى كل القرف ده كله وارميه في الزبالة، واجيب بقى طبق الفسيخ بقى ايه ادلعه، اعصر ليمون، شوية زيت، شوية خل، حطي بقى ليمون كتير، وبتاكلي بقى احلى رنجة وفسيخ وما بتحلاش الا باللمة. طبعا معاها جرجير وخيار وطماطم وفلفل اخضر، لان الاكله دي ما تنفعش معاها الا لازم ما يكون في شطه وشويه بصل كده حلوين. ولو حابه بصل اخضر ماشي، بس ما كانش عندي بصل اخضر حطيت بصل عادي. وشوفوا بقى الجمال. الحقوا بقى اعملوا الاكله الجميله دي قبل رمضان. كل سنه وانتم طيبين، داخلين على رمضان على خير يا رب. وكلوا بقى احلى اكله زي كده، عشان بقى ايه الاكل بقى التاني بقى اللي هيبقى في رمضان، المحمر والمشمر. فاحنا عاوزين بقى ايه نخش كده ايه واكلين وشبعانين من الاكل الحرج ده. كل سنة وانتم طيبين. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناة عشان وتفعيل الجرس. ما تنسوش تفعيل الجرس عشان اي فيديو انا بعمله ينزل لكم اشعار بيه ان انا نزلت فيديو من الفيديوهات الحلوة الجميلة اللي انا بنزلها. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم على خير الفيديو الجاي. مع السلامة.